السلام عليكم يا جماعه. كنت نازل من ميدان الحلميه على شارع جسر السويس يمين، واول ما عديت الاشاره واسبيق فوجئ جاي في الاتجاه العكسي شاب راكب موتوسيكل وضارب فيه عرقين كده ليد كهارب ايه ما اقولكوش حاجه كأن هي سفينه فضائيه، وراح معدي قطع علينا الطريق وراح رافع موتوسيكله لقدام ما يدعى رفعه الحصان. واللي ما يعرفش يعني ايه رفعه الحصان، هي يا جماعه ان اللي هم يمشوا بالموتوسيكل على عجله واحده اللي هي اللي ورا، وكأنه هو مثلا ايه في فيلم من افلام الاكشن بتاعت هوليود. اهو بصوا يا جماعه ايه النظام كده، ينفع كده؟ انا مش ماشي من بعيد اهو عشان ما بينش اي ملامح ليه، لكن الموقف اهو زي ما انتم شايفين، رافع حصان بمكنه صيني وناس بتعدي وناس بتسوق معاه والحياه زي الفل. لا قعدت حوالي يومين عمال افكر اشير الفيديو بتاعه ولا ما اشيروش، واسبيه فوجئ النهارده وانا راجع على الدائري انا قلت دول قصدني بقى. ما كملش يومين عمال افكر في الولد اللي طلع وعمال اقول حاله فرديه، ابص الاقي دلوقتي عصابه الموتوسيكل الاسود طالعين لنا على البتاع. جادون واحد يا بهجت، ايه يا عم الحاج اللي بتعملوه ده؟ انا عشان اوصل ان انا اعرف ابقى ماشي جنبيهم واصورهم يا جماعه وصلت لغايه 100 رغم ان السرعه عليها 80، بس قلت اخاطر والقط الفيديو ده عشان اوريكم احنا وصلنا لايه. يعني انا دلوقتي لو انا ماشي وانت واحد من الشباب دول لا قدر الله ربنا يحفظ كل ولادنا داس على زلطه واتكعبل واتزحلق ونزل قدامي وانا جاي على الطريق، هعمل ايه؟ يا هدوس وهكبس فرامل يا اللي ورايا هيلبس فيا يا هحدف وحد جاي يجري يمين. غلط، مش كده يا جدعان. ما تهدوا، اهدوا يا شباب شويه، لا اله الا الله. ثانيا بقى اناشد الاداره العامه للمرور، وانتوا بتطلعوا لنا الرخصه طلعوا معاها شهاده معامله اطفال. ما هو عشان انا ما حاسبش على واحد زي ده لما هو يتهور وينزل قدام على الكبوت ولا ينزل قدام العربيه، خلاص مجانين في بعضينا. هو معاه شهاده معامله اطفال وانا معايا شهاده معامله اطفال، دي اهم بكتير من شهاده بيانات المخالفات، صدقوني والله. احنا كده يا جماعه في موضوع مش سليم، ما بقتش سلوكيات بني ادمين. احنا كده اللي عايز يعمل حاجه بيعملها وخلاص وتظهر في اللي حواليه. يعني انتوا رايكم ايه؟ توصل في النهايه ان على 100 ورافعين موتوسيكل وفي الدائري. ربنا يلطف بينا. السلام عليكم، مسوا بالعافيه.